السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد بقى، والنهاردة روتين جديد كده في يومنا من يوم من ايامنا، يعني العادي خالص. زي ما انتم شايفين كده بدأنا الفيديو بتاعنا طبعا بغسيل المواعين. بس قبل ما نتكلم بقى في الروتين بتاعنا النهاردة، يا ريت ما تنسيش اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ولايك كده من ايديك الحلوين، وكلمة كده تكبر الخاطر. ربنا يكبر بخاطركم يا رب جميعا. طبعا المواعين زي ما انتوا عارفين اللي ما بتخلص. عايزه اقول لكم ان انا بحب الشتاء، والله انا بحب الشتاء جدا، بس بدات اغير رايي بسبب الميه التلج اللي احنا فيها. انا مش عارفه في ايه يا جماعه. هو احنا بجد في شهر 12 يعني؟ الجو اللي احنا فيه ده مش جو 12 خالص، يعني ده جو طوبة وامشير والايام الصعبة قوي قوي اللي هي بتبقى في اواخر الشتاء دي. يعني في ايه؟ في ايه بجد والله؟ المية نازلة من الحنفية، يعني حاسة ان هي طالعة من الفريزر يعني. انا لا انا لا ببقى عطشانة وعايزة اشرب وخايفة اشرب مية من الحنفية، علشان المية بتبقى نازلة ساقعة جدا جدا جدا. بحس ان دروسي يعني وجعتني من المية بصراحة، وسقعية المية في ايه بجد؟ سبحان الله، يعني سبحان غير الاحوال يا رب. في حاجة غلط يعني، كل حاجة غير ما احنا طول عمرنا اخدين عليها يعني. طول عمرنا عارفين ان الجو ده بيبقى في شهر واحد واتنين وتلاتة، انما احنا لسه في شهر 12 وشفنا يعني كل حاجة غريبة في ايه. ربنا يا رب يرحمنا برحمته الواسعة يا رب. خلصنا بقى شوية المواعين بتوعنا بالشكل ده كده، خلص يعني شوية مواعين كده مش كتير يعني. وغسلت شوية دول معاكم، وفي كمان حاجات غسلتها بس طبعا ايه ما غسلتهاش قدام الكاميرا. عايزه اقول لكم ان التليفون ان انا نسيت ان التليفون شغال والجرس رن. رحت افتح الباب اهو في الحته دي كده، الجرس رن، رحت افتح الباب نسيت خالص ان التليفون مفتوح وان الكاميرا مفتوحه. وبجد قعدت بجد اضحك على نفسي قوي، هو في ايه بجد؟ انا بقيت بنسى بطريقه صعبه قوي. فربنا يعيننا يا رب ويعديها على خير يعني. هنعمل بقى أكلة جميلة جدا وتدفي في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. هنعمل بقى ايه يا امل؟ هنعمل شوية سبانخ كده حلوين كده، ومع شوية لحمة كده بشوربة ورز ابيض. اكلة سهلة وبسيطة، وعايزة اقول لكم يعني هو الجو ده مش عايزة الا الاكلة دي. فزي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا ايه احط الزيت قدح. قدح يعني سخن. بدأت انزل بالمستكة والحبهان والبصلة، ونزلت بقطع اللحمة زي ما انتم شايفين كده، وبدأت ان انا اشوح في اللحمة لحد ما لونها يغير. ونزلت بالتوابل بتاعتي. انا بحط على الشوربة يا جماعة رشة بسيطة من الفلفل الاسود ورشة بسيطة من الكمون. وعايزه اقول لكم ما بتخليش الشوربه غامقه ولا حاجه، هتشوفوها دلوقتي. الشوربه حلوه قوي بس بتبقى متنكهه يعني ما بتبقاش. انا بشوف ناس بتعمل الشوربه كانها ميه من الحنفيه، مش ملهاش طعم. ف عملت بقى زي ما انتم شايفين كده، شوحت اللحمه طبعا كنت حاطه ميه بتغلي. اللحمه ما ينفعش تزودها ميه بارده، طبعا كلنا عارفين الكلام ده. اديتها تشويحه بقى زي ما انتم شايفين كده بالتوابل والبصله والمستكه والحبهان، ونزلت بالميه المغليه وخلاص بقى سبتها بقى ايه. طبعا ما بنحطش الملح الا لو اللحمه داخله على السوا. حطيتها بقى على جنب كده، وبدات ان انا اعمل بقى في السبانخ. طريقتي في السبانخ ممكن تكون مش كل الناس بتعملها كده، بس الطريقه ديت يعني جميله جدا، ودي طريقه امي. ربنا يا رب يديها الصحه ويشفيها. فدي الطريقة اللي طول عمرنا بنعمل السبانخ بيها، وبتطلع جميلة جدا وبتبقى تحفة، واي حد بياكلها بصراحة من ايدي بتعجبه. معايا بصلاية زي ما انتوا شايفين كده متوسطة، بدأت ان انا اخرطها على ايدي. ما تستغربوش ان انا بخرطها على ايدي انا، يعني في ناس لحد النهاردة بتحب تخرط البصل على ايديها. انا من الناس دي يعني. عندي الكبة والله، وما شاء الله يعني كبة وبتاخد كمية بصل كبيرة. بس انا لما بلاقي بصلاية واحدة فمعلش يعني مش هنزل الكبة علشان افرم فيها بصلاية. بستعمل الكبة في حالة واحدة بس، لما اكون هعمل مرتة بط، او هحشي سمان او حمام، او مثلا هعمل محشي يعني عايزه بصل كتير هفرم بصل كتير فبنزلها. هنا بقى معايا السبانخ بتاعتي متفرزه. طبعا انت هتشوفي السبانخ في الحله هتقولي لي ايه ده يا امل؟ ده السبانخ كتيره على الحله. لا، هتشوفي دلوقتي.
هتشوفي دلوقتي طبعا، شوفي السبانخ يعني اول ما بتاخد كده البخار بتاع الحله بتفك كده من بعضها، وبتبقى الكميه الكبيره اللي انت شايفاها دي بتصغر وتبقى حبه صغيرين. فغطيتها لحد ما السخونيه بتاعت الحله كده خلتها فكت، وبدات ان انا انزل عليها بالطماطم المعصوره. معايا درق من الطماطم، ومعايا التوابل بتاعت السبانخ بتاعتي، بحط لها ملح وشطه ومكعب مرق الدجاج ورشه كمون، وطبعا الكزبره والثوم في الاخر. اهو زي ما انتم شايفين كده بدات بقى. فخلاص بقى سبتها كده تتسبك كده مع نفسها، وقلت اما اعمل كوبايه قهوه بقى وانا واقفه عماله بعمل في الاكل كده. كانت مليكه بنتي جايبه الفول اللي بالشوكولاته ده، انا بموت فيه بحبه جدا. فخدت منها وحديتين كده، بس قلت عشان ما نبوظش الدنيا يعني، مع ان هي الدنيا بايظه من غير حاجه يعني. طبعا الشتا ده ما فيش لا رجيم ولا تظبيط اكل ولا اي حاجه، الشتا ده بيبقى يعني الواحد رايح جاي عمال بياكل. خدت منها حبيتين كده جنب القهوة، وبدأت أكمل الأكل بتاعي عادي خالص. معايا هنا بقى المقلاية الصغيرة بتاعت الطشة، أنا مخليها المقلاية الصغيرة دي للطشة. معايا التوم بقى والكزبرة زي ما انتوا بقى فاهمين، حمصته حلو قوي كده، بحب اديله لون كده ذهبي كده. اول ما بلاقي التوم بتاعي اخد اللون الذهبي الحلو ده، بنزل على طول على السبانخ بالطشة الحلوة بتاعتنا دي. اهو بالشكل ده كده. اهو بالشكل ده كده. طبعا السبانخ بتاعتي كانت اتسبكت، بس بنزل بالطشه على السبانخ وبديها غلوه كمان بعد ما بنزل بالطشه، وبطفي النار عليها، وخلاص كده تبقى جهزت معانا. خلاص كده الاكل بتاعي يعتبر خلص، يعني اللحمه خلاص دخلت في السوا، وحطيت لها الملح بتاعها، ظبطت الملح، وبدات بقى ان انا اغرف في الاكل بتاعي، وما شاء الله ده كان شكل الاكل. اللحمه ما شاء الله مستويه، والشوربه زي ما انتم شايفين جميله جدا. وده كان الاكل بتاعنا، وكان جميل جدا وبألف هنا وشفا. ولو اول مرة تدخلي قناتي، يا ريت ما تنسينيش باشتراك في القناة، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، ولايك وكلمة حلوة تجبر الخاطر منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.